مساء الورد. السلام عليكم. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما شفتوا من العنوان، هتكلم النهاردة عن عطور دافية، عطور وارم. اكيد احنا سمعنا المصطلح ده كتير. في وصف عطر معين تلاقيه يقولك مثلا وارم او العطر ده دافي. بس يعني ايه عطر دافي؟ بمنتهى الوضوح يعني عطر يحسسك بالدفء. طب هل في عطر يحسسك بالدفء يحسسك انك دافيان؟ اكيد مش المقصود ان هو يحسسك انك دافيان، مش كانك لابس جاكيت يعني، لكن هيحسسك كان في شعور دفى بيوصلك من العطر، لكن مش هيدفيك يعني، لكن هيديك الاحساس ده. أم، طبعا العطور اللي بتديك الاحساس ده بتبقى عطور شتويه، لانك مستحيل تستخدمها في الصيف، ولو استخدمتها في الصيف هتديك شعور بالضيقه وبالخنقه، وممكن حتى العطر تحس ان هو ريحته مش حلوه، او ريحته تخنقك، او ريحته ممكن تضايق حد تاني حتى لو انت حاطه. وغالبا معظم العطور دي بيكون ادائها قوي الا ما ندر. عشان كده لو استخدمته في الصيف ممكن يبقى مزعج جدا جدا، حتى لو انت حابب الريحه ممكن الناس حواليك ما يحبوش الريحه. طيب نبدا بالخمسه. الحقيقه مش عارف ابدا بايه، بس هبدا باللي انا حطيته قبل ما ابدا الفيديو على طول، يعني لاني بحبه وبحب ريحته جدا، وما هوش مشهور ومش واخد حقه. مانسيرا عود كافيه. العطر ده انا اتكلمت عنه اعتقد مره قبل كده، مش فاكر الفيديو لوحده ولا لا، بس ده واحد من اجمل عطور مانسيرا اللي مهدور حقها، ومن اجمل عطور القهوه اللي الناس ما تعرفهاش. عطر جميل جدا جدا، عود مع قهوه، لكن العود هنا مش ظاهر قوي. القهوه في الاول بتبقى قويه شويه، اول ما ترش تحس انها قويه ممكن تقفلك منه في الاول، لكن بعد كده هتلاقي الريحه قلبت على القهوه، بتبقى جميله جدا، مع مسك، مع روائح خشبيه بسيطه، مع فانيليا، مع لمسة عود بسيطة غير مؤذية، بيجعل منه تحفة عطرية ممتازة جدا جدا. العطر ده من العطور الدافية اللي بتحسسني فعلا ان انا كأني متغطي ببطانية. مش بتدفى يا جماعة، مش هو العطر بيدفيني، لكن بيديك احساس ان انت دافيان. عطر جميل جدا، من اجمل عطور منسيرة. اداؤه ممتاز ونقائه حلو على فكرة، ما هواش من العطور اللي تبقى مزعجة او ممكن يضايق اي حد، لكن مهم جدا انك تتجاوز اول 5 دقايق، لان بتبقى ريحه القهوه تبقى تقيله شويه في الاول، كانك فتحت برطمان قهوه تركي. ريحه جت في وشك شويه، انا عارف ان ده ممكن يكون مؤذي لناس كتير، لكن لما بتهدى بيبقى العطر بصراحه تحفه عطريه ممتازه جدا جدا، وجالب للاطراءات. تاني واحد معانا، وبصراحه ده لازم يكون المعلم والكبير والبص بتاع العالم دي كلها، واكيد الناس هتعرف ليه او اول ما تشوفه. تيروني من اورتو باريزي. طب ليه تيروني بيعتبر عطر دافي؟ لان تروني من الاخر ريحه تربه، مع ريحه خشب محروق، مع في لمسه عود بشمها، معرفش هي موجوده في النوتات ولا لا، بس انا بشمها لمسه بسيطه جدا. ريحه منتهى الفخامه والجمال، فعلا كانك قاعد على ارض طينيه مرطبه شويه، وبتولع خشب حواليك، وحاطط مثلا اي دهن عود. عطر منتهى الجمال والشياكه والفخامه، لكن العطر ما هوش امن. طبعا هو اداؤه يعني قنبله، اداؤه يعني متفجر. العطر ده هو كان عايز يوصل لريحه الاراضي اللي فيها البراكين، واعتقد ان هو قدر يوصل، لان العطر ده فيه ريحه شياط، تحس انك كانك حاطط حاجه. يا جماعه كان بالظبط اخواتي اللي في الخليج، او اخواني اللي في الخليج، عشان اخواتي دي هم يقصدوا بيها الحريم يعني، ما علينا. اخواني في الخليج او حبايبي صحابي في الخليج، لما كنت في السعوديه في حاجه اسمها مشب. طبعا انتوا عارفين مشب، اللي هو يا جماعه بيبقى زي مكان فيه فاير بليس كده، بيولعوا فيه النار وبيقعدوا يتدفوا في الشتاء، زي مجلس يعني. ده كانك بالظبط حاطط دهن عود، وقاعد بتشرب قهوه، بس مش قهوه سعوديه، قهوه عاديه، وحواليك الخشب المتولع، اللي هو او انت شام ريحه الخشب الوالع في المشب. فانت بالظبط بيوصلك للريحه دي، كانكم يا جماعه، الناس طبعا اللي ما راحتش او ما قعدتش في مشاب ما تعرفش الدنيا هناك عامله ازاي، كانك بالظبط قاعد في مكان ومتدفي وحاطط دهن عود، والنار او ريحه النار، ريحه الخشب المحروق حواليك. عطر جميل جدا، فخم جدا، مش لاي حد، مش امن للشراء العمياني، لازم تجربه الاول، ممكن ما يعجبكش خالص. واداؤه قوي جدا جدا الحقيقه يعني. تيروني ده اسطوره بصراحه. حتى الجوس لونه احمر، الواد اليساندرو جوتيري ده فنان، كانها حمم بركانيه يعني. طيب نيجي بعد كده لواحد من العطور اللي هي بصراحه مش مشهوره قوي، لكن انا بحبه جدا جدا. عطر كيور او كوير افينيه، ما اعرفش بنطقها صح ولا لا. العطر ده من دار اسمها لورجا يا جماعه، ما اعرفش لورجا او لورخا، مش عارف الحقيقه يعني.
العطر ده جميل جدا، لكن هو فيه عيوب بس هنتكلم عليها بعد المميزات. العطر ده اول ما ترشه، تعال نرشه سوا عشان بحب ريحته جدا. ريحه غير عاديه يا جماعه. العطر لما بترشه بتشم ريحه كأن في بندق محروق، او انت كأنك مثلا ريحه بندق بس محروق شويه. الناس اللي بتشرب قهوه بالبندق هتفهم قصدي. مع ريحه لبن، فعلا ريحه لبن. لكن برضو اللبن، عارف اللبن، ريحه اللبن قبل ما يشيط على طول، يعني قبل ما يتحرق، لو انت بتسخن اللبن وهيفور او يتحرق او كده، هي الريحه دي. مع ريحه جلد، منتهى الفخامه والشياكه. اعتقد في تبغ كمان، اعتقد على ما اتذكر يعني، طبعا هي مش هتبان دلوقتي. منتهى الفخامه والشياكه والجمال والتفرد. ما عداش عليا عطر بالريحه دي. واول ما شميته بصراحه استغربت، لان ما توقعتش ان حد ممكن يوصل للريحه دي. عارفين يا جماعه مثل العطور المختلفه او العطور النيش بالذات ايه؟ ان هو بيوصلك بالعطر لحاله معينه انت كنت فاكر الحاله دي موجوده في دماغك انت بس. يعني بيوصلك لشعور انت حسيت ان الشعور ده حسيته قبل كده او عدى عليك قبل كده، لكن ما توقعتش انه ممكن يتحول لعطر. العطر ده من الحاجات اللي انا بتكلم عليها يعني، او من الحاجات اللي بتوصلني للشعور ده. طيب عيوبه ايه؟ عيوبه يا سيدي ان هو اول حاجه مش فواح. ثابت كويس جدا، بيتفاعل مع الجلد كويس جدا، لكنه مش فواح. فواحانه يمكن يعني حواليك متر مثلا لمده ساعه ماكسيمم، لكنه اداؤه ثباته كويس جدا. العيب التاني ان هو سعره غالي مش رخيص، في حين الازازه تقريبا 60 مللي او اعتقد هنا مكتوبه اهي الازازه 65 مللي. فالسعر على 65 مللي بصراحه كتير. هي دي مشكلته ان هو، وطبعا هو عشان سعره ما هوش منتشر قوي يعني. مشكلته انه الفوحان بتاعه مش قوي، وفي نفس الوقت السعر بتاعه غالي على 65 مللي. لكن بصراحه عطر يستاهل، بصراحه ايقونه يعني. طيب العطر الرابع اللي معانا رقم 4، هو الحقيقة ان هو رقم 5. روزندو ماتيو 5. العطر ده انا بحبه جدا، وانا عارف ان الناس مختلفة عليه كتير من ناحية ان هو في ناس بتشم ريحة بلاستيك اول ما ترشه، وبصراحة مش عارف الريحة دي جاية منين او الانطباع ده جاي منين. انا شخصيا مش بشم الريحة دي، ومش حاسس انها موجودة يعني. مزيج جميل وغير طبيعي ومميز جدا من الزهور البيضاء، وحتى هو مكتوب عليه فلورال امبر سنشوال ماسك. مزيج غير طبيعي من الزهور البيضاء مع الروائح العنبريه مع الفانيليا مع المسك. المسك انا مش بحس ان هو تقيل بصراحه هنا، انا بشم الفانيليا اكتر يعني. خلينا نرشه هنا. عطر جميل جدا بصراحه. مش عارف ازاي في ناس، اولا في ناس بتشوفه حريمي، مش عارف حريمي ازاي يا جماعه. اصبروا على العطور، ما تحكموش من اول بخه كده. العطر ده مش بشوف ان هو حريمي قوي، هو يونيسكس طبعا، لكن انا بشوف ان هو رجالي اكتر في وجهه نظري الشخصيه، خصوصا بعد ما يبرد. في ناس بتشم ريحه مطاط او ريحه بلاستيك او ريحه، في واحد قال لي ريحه كفرات عربيه او اللي هو عجل عربيه يعني. مش عارف بصراحه جابها منين، لكن انا مش بشمها خالص. لو انت من محبي بيبي كات بتاع ايف سان لورو وسعره غالي عليك، ممكن تجيب ده. مش يعني مش يعتبر بديل، لكن قريب جدا منه يعني. لو انت بتحب ده هتحب ده. ده بالنسبه لروزندو ماتيو نمبر 5. العطر ممتاز، فخم جدا، اداؤه ممتاز، ومن اجمل العطور العنبريه اللي فيها زهور بيضة مع عنبر مع فانيليا في وجهة نظري. طبعا الفانيليا يعني مش عطر فانيليا عشان بس الناس تبقى، بس انا بشم فيه فانيليا حقيقة يعني. طيب نيجي لخامس عطر عندنا، والحقيقة من العطر ده من العطور اللي انا بحبها جدا وانا له عندي معزة خاصة بصراحة يعني. لكذا سبب، منهم ان هو الاسم بتاعه مميز وله قصة. تاني حاجة لان هو عطر فخم وذكوري جدا. فان يور فليمز من نشاني. انا غالبا اتكلمت عنه قبل كده مع 100 ساينت ويز، لكن الحقيقه هو يستاهل فيديو لوحده بمنتهى الامانه يعني. العطر ده من اجمل العطور البوذيه اللي ممكن تعدي عليك. ليه؟ لان هو في كل حاجه انت عايزها من عطر بوذي يعني. الريحه البوذيه قويه جدا وظاهره جدا. في تبغ، واعتقد ان في جلد كمان على ما اتذكر يعني، كنت بشم فيه جلد. حتى هو مكتوب عليه النوتات يا جماعه. الرم فيه رهيب رهيب جدا بصراحه، مع التونكا، مع ريحه خشبيه طبعا. انا من وسط كل الروائح او النوتات البوذيه في العطور بحب اتنين: الرم
والويسكي. الويسكي بيديك احساس بالفخامه، لكن الرم بيديك احساس ذكوري بحت. تخيل بقى الاحساس الذكوري ده مع التبغ، مع روائح جلد انا بشمها بس مش عارف موجوده ولا لا الحقيقه يعني، مع ريحه مسكره شويه من التونكه، منتهى الفخامه، فخم جدا. فوق كل ده العطر اداؤه قوي جدا جدا جدا، وثباته على الهدوم يومين او 3، فاحيانا ممكن 5-6 ساعات ثباته على الهدوم يومين او 3. العطر ده من العطور اللي هتحسك بالدفى بشكل كبير جدا، من العطور اللي هتبص تلاقيها معلمه مع الناس، لان مش هيبقى حد بيستعمل حاجه شبهه خالص، ما عداش عليها حاجه شبهه. نوت الروم اللي فيه يعني بتسيب زي ترايل كده، وانت ماشي تحس ان في وراك حاجه بتاثر في الناس، وهتسيب اثر في المكان على فكره يعني، لان النوتة فيها حاده شويه. ده من العطور اللي الناس ممكن تشمه وتقول لك عطر صناعي. يا عم هو مش عطر صناعي، ودي مش ريحه كحول، ده ريحه الرم نفسه كشراب يعني او كمشروب. اللي عايز اقوله ان ده من اجمل العطور البوذيه اللي ممكن تستخدمها، ومن اكتر العطور اللي بتوصل لي احساس بالدفء، وانا بشوف ان هو ذكوري جدا برغم ان هو يونيسكس، الا اني بشوف ان هو ذكوري جدا. العطر اسمه فان يور فليمز، طبعا دي مقوله من لجلال الدين رومي او شمس التبريزي مش عارف، اللي هو يعني ابحث عن حد اللي هو يولع نارك او يولع نيرانك. فالعطر ده حتى اسمه يحسسك بالدفء يا اخي، سبحان الله. من العطور الجميله جدا. شخصيا من العطور اللي لو خلصت عندي، وهو قرب يخلص تقريبا اهو، لازم استخدمه تاني. عطر جميل شتوي جدا، لازم تجربه قبل ما تشتريه، لانه برضه غير امن، ممكن ما يعجبكش لو انت دماغ مناخيرك لسه حساسه يعني، ومالكش في الحاجات الايه العميقه اللي احنا بنحبها دي. دول 5 عطور يا جماعه بتحسسني بالدفء الشديد. لو انت في بالك عطر معين عدى عليك بيديك الاحساس ده، يا ريت تقوله لي عشان انا احب اجرب العطور دي. وعلى فكره مش لازم احساس العطر او اللي بيسيبه عندي يسيبه عندك، كل واحد مننا ذوقه مختلف، وكل واحد مننا ممكن يوصل له الاحساس بشكل مختلف ومن عطر مختلف. ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله نتكلم في حاجه تانية، انتظروني.